كاميرات الحمامات انتهاك للخصوصية والأخلاق. حادثة جديدة أحدثت صدى كبير في دولة الكويت، وهي وجود كاميرا خفية داخل حمام أحد البنوك الكبيرة. الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت دول أخرى عدة حوادث مشابهة لسيدات وجدنا كاميرات في الحمام أو في البروفة أثناء تغيير الملابس في محلات الألبسة. السيدة الكويتية التي توجهت للقضاء مباشرة فوجئت بوجود هاتف محمول حديث داخل علبة معدنية للمناديل الورقية، وبه كاميرا خفية موجهة مباشرة إلى مكان قضاء الحاجة. وقد صور هذا الفيديو ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي وشكل حالة من الاستياء. إدارة الإعلام الأمني الكويتية أعلنت القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة إساءة استخدام هاتف النقال وإحالتهما للقضاء. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشهد وقائع تكشف إخفاء هواتف محمولة داخل الحمامات أو أماكن تغيير الملابس أو المطاعم، فقد شهدت دول أخرى مثل هذه الحادثة. القانون يجرم مثل هذه الأفعال التي تعتبر انتهاكا لحرية الأشخاص وأعمالا غير أخلاقية، يعاقب مرتكبها بالسجن لعدة سنوات وبالغرامة التي تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.